اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه، نجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. طبعا احنا معاكم على الهواء مباشره، بس طبعا تواصل حضراتكم معانا في هذا الموضوع. واسمحوا لي ارحب بضيفي دكتور صلاح هاشم، استاذ التنميه والتخطيط والكاتب السياسي. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. صباح الخير يا داليا، اهلا وسهلا. طبعا هذا الموضوع يمكن بقالنا سنوات بنشوفه على الاعمال الدراميه، يمكن اللي عايشين في المدن الكبرى والمحافظات الكبيره مش بيحسوا بيه قوي، لكن هو موجود في الصعيد بشكل قوي. خليني ابدا مع حضرتك بفكره انه هذه الفكره القديمه بدايتها كانت ازاي، او ليه هذا الفكر اللي اكثر من الدين واكثر من القانون متغلغل داخل فكر القبائل بهذا الشكل؟ قصدك فكره الثأر ولا فكره الثأر؟ نعم. خلينا بس نقول لي فكره الثأر دي اساسا فكره مش بعيده، مش يخص بها الصعيد فقط، هي فكره مرتبطه بالاسلام برضو، مرتبطه بالعروبه، هي فكره متوارثه عبر الانتقال او الهجره العربيه الى مصر ابان الفتح الاسلامي، وانها مرتبطه بالاسلام من خلال فكره القصاص، يعني انه هو من قتل لا يقتل ولو بعد حين، او هو كان طبعا بيقول لك انه الشخص اللي قتل يجب ان يقتل او تدفع له الدية على حسب الإسلام. لكن فكرة التسامح إلا من عفى بقى وسامح، واحنا طبعا كمصريين ما بنسامحش في الدم، يعني فكرة قاعدة التسامح في الدم دي مسألة غير موجودة في مصر أو في صعيد مصر لأسباب كتيرة جدا. أولها المعايرة، لأنها بتلحق بأصحابها ولو بعد 100 سنة بيفضلوا يعايروا بالدم. فالدم والعرض والأرض، الثلاث متغيرات دول او الثلاث محاور اساسيه صعب جدا التسامح فيها على مستوى الثقافه الصعيديه. على مستوى الثقافه الصعيديه انا بس عايزه استوضح حضرتك نقطه، لانها يعني خايفه تثير بلبله بانه هو مش الاسلام السبب في انه هناك فكره الثأر، فكره القصاص. فكره القصاص نعم، عايزين نقول من المسؤول، عايزين نقول من المسؤول. بس القصاص ده حقيقه طبعا، وربنا ذكره في اقصى مواضع من القران، ولكن بتهذيب وبشروط، وهناك قضاء وهناك من يقوم بهذا القصاص. نعم. وليس والا كانت تحولت الحكايه الغابه. نعم. بالعكس، ده الاسلام جاء او اتى لانه ليهذب هذا الفكر. ما انا برضو عايز، يعني لسه جاي حضرتك هستطرد هذه الفكره، بس انا عايز اقول انه القاتل يتقتل ده اساسا موجود في الاسلام بما يسمى القصاص او الديه، او بعد كده التسامح والعفو، هو ده الموجود، او الثلاث طرق علاجيه للتعامل مع مساله القتل. اللي حصل طبعا انه الاسلام ما انتقلش كما هو بسبب فكره الدوار والاسره الممتده المنتشره في الصعيد حتى الان. الاسره الممتده ان واحد صعيدي ممكن يقول لك اسمه دلوقتي لحد 15 20 اسم جده، عارف جده مين، وبالتالي ان العائله بدات تكبر لفترات بسيطه جدا. كان حاجه اسمها الدوار داخل الحرم الصعيدي، والدوار ده بيدوم كل مساكن العائله داخل سور كامل في منظره كبيره. في رمضان كل بيت يطلع فطار او سحور، والعيله كلها تتجمع داخل هذا الدوار وتاكل. وفي الافراح كل الافراح في مكان واحد، كل التعازي او العزاء في مكان واحد. فبالتالي فكره الحميه الصعيديه جاءت من فكره التقارب البيولوجي ما بين العناصر داخل المساكن، سواء على المستوى الجغرافي او على المستوى البيولوجي، بعكس ما حدث في المدينه. هذه الفكره جاءت اول حاجه انهم ياخدوا بالثأر، لانهم بقت الحميه موجوده، كلهم عارفين بعض وفي حميميه بينهم. الحاجه الثانيه ان الدوله تخلت عن دورها بشكل كبير جدا في تحقيق العدل، وبالتالي تركت الفرصه سانحه لابناء القبائل يقتصوا لانفسهم. بمعنى انه دائما في الصعيد انه كان دائما القاضي بيحتاج جمله من الادله المعروفه عشان يطبق الحكم. نادرا ما حد بياخد اعدام في الصعيد، يعني انا عشت في الصعيد يعني حتى هذا العمر، اعتقد ما شفتش يعني حد خد اعدام في قتل خالص. ما شفتش اعدام في الصعيد لقتل. دايما القضيه كانت القضيه بتبوظ، وبالتالي انه بتبوظ مع عدم وجود ادله، عدم وجود ادله او بعض فساد في القضاء او فساد في الجانب الشرطي، لانهم كانوا بيلفقوا بعض المحاضر ويتم تغيير المحضر لصالح عائله معينه، خاصه العائلات الكبيره التي كانت تملك نفوذا في الصعيد، فكانت تقتل كما تشاء، وبعدين في الاخر خالص يجيبوا كابش فدا ياخد له سنتين او اي حاجه خالص ويخرج من السجن وتبوظ القضيه او تتوزع بشكل. اصبح في محامين كبار جدا طبعا متخصصين انهم يطلعوا براءه من القتل، زي ابو شقه وغيره ومحمود السقا ومش عارف ايه، الناس المعروفه في الصعيد اسماء معروفه للجميع، انك انت بتروح للمحامي بتديله بالشرط عليك هات 150,000 جنيه 200,000 جنيه وطلعوا لك براءه، بتدفع 200,000 جنيه وبتطلع براءه. للاسف ده خلى انه الضعيف
لازم ياخد حقه طب بايده. ايه الاستفاده اللي كانت بتعود على الدوله او على النظام انه يسمح بهذا؟ هو مش بيسمح، هو كان فساد. هو الشرطه اللي لسه كما هتكلم في حضرتك حيازه السلاح، لانهم كانوا طبعا مستفيدين بهذا الامر، طبعا. انه بعض ضباط الداخليه كانت اجورهم قليله جدا، وكانت الصعيد معزوله، وكان بيعتبر اللي الشرطي او ضابط الشرطه اللي بيروح الصعيد بيعتبر بيتعاقب، ومع ذلك انه في فتره لازم يقعد سنه او 3 سنين في الصعيد علشان يعني يتوتق زي ما بيقولوا كده، شرط من شروط الترقي في الداخليه. فكانوا بيعتبروا اللي يروح الصعيد يخدم بيعتبروه عقوبه، فهو رايح هناك بيتعاقب. طب يعمل ايه؟ كان لازم يستفيد من وجوده في الصعيد، بيعمل حاجه اسمها التعشيش. التعشيش انه بيبدا يتصل بالقبائل ذات النفوذ في الصعيد، ويبدا يشوف هم بيشتغلوا في ايه، سواء من خلال شيوخ البلد، وخاصه ان الشرطه كانت بتعين شيخ البلد. وكمان العمده كمان دلوقتي بدا بالتعيين، عمده البلد كان الاول، دلوقتي بقى بالتعيين، وشيخ البلد بقى بالتعيين. فاصبح ان في اتصال مباشر ومصالح مشتركه ما بين الداخليه وبين القبائل. في عندك اثبات على هذا الكلام حتى لا نلام؟ لانه يعني انا اثبات على ايه حضرتك؟ على انه في ضباط في الداخليه كانت بتعمل كده علشان لا يلقى علينا احنا الاتهام ان احنا بنتهم ناس. يا فندم انا على فكره عامل كتاب عن التنميه والجريمه المعولمه، وليا بحث عن حيازه السلاح في الصعيد، وهذا الكلام ليس خفيا على الشرطه، وانا اعتقد ان تقدمت بدراسه كامله عن حيازه السلاح في الصعيد، كانت انتجتها في 2007 وبعتها لوزاره الداخليه وطبقتها على وزاره الداخليه على فكره، وانه تجاره السلاح في الصعيد هي برعايه الداخليه. واعتقد حضرتك لو شفتي التجاره، يعني بصي، هي المشكله كلها في الصعيد، كل مشاكل مصر مرتبطه بالاسلحه، بس عشان تبقى ايه طبعا عارف، يعني في ارهاب بدون اسلحه؟ في تجاره مخدرات بدون اسلحه؟ اكيد لا. مفيش قتل بدون اسلحه. القتل بيحتاج الى اداه، والاداه في الغالب هي سلاحا. طيب انا عشان اقضي على هذه الظواهر اللي هي الارهاب والمخدرات والعنف واي حاجه خالص، يبقى المفروض اقضي على حاجه اساسيه هي السلاح. اللي حصل انت دخل في الثوره بس 15 مليون قطعه سلاح الى مصر. اين كانت وزاره الداخليه؟ صحيح. وازاي سمحت بيها؟ معظمها عايز اقول لك منهم حوالي 12 مليون راحوا الصعيد. تجاره اشمعنى الصعيد تحديدا اللي راح؟ لانه السلاح زي ما قلت انه ظاهره الثأر في الصعيد ظاهره بعيده جدا، طويله. ففي ناس لها بيقولوا كده لينا دم من 50 سنه عايزين ناخده. فالناس بدات تفتح الملفات القديمه المرتبطه بالدم بتاعها في ظل انفلات الامن اللي موجود في الثوره. اللي عنده جاموسه باعها، واللي عنده فدان ارض باعه، وبدا يشتري الاسلحه زادت بشكل غير عادي، اللي هي الاصليه. بعض الاسلحه في شركات في الصين تخصصت في انتاج اسلحه وتصديرها لمصر اثناء الثوره. مصانع انشئت خصيصا لصناعه اسلحه وتوجيهها لمصر، واعتقد انه تم ضبط حسب ما ورد في بعض الصحف ايام حكم الاخوان بانه ضبط كميه اسلحه جايه من الصين على في السفن التابعه لخيرة الشاطر. بالنسبه لتركيا رخصت بعتت كميه اسلحه كبيره جدا للشارع المصري اثناء الثوره، حتى ان الطبنجه التركي وصلت الى 2500 جنيه ممكن يشتري طبنجه، بينما الحلوان وصلت 13 و20 الف جنيه المسدس او الطبنجه الحلوان. لما هي غزا الاسواق الاسلحه التركيه، فاصبحت مصر اثناء الثوره مكانا وسوقا رائجا لتجاره الاسلحه، وخاصه اللي جايه من الصين واللي جايه من تركيا. الاول كانت الاسلحه بتيجي عن طريق اسرائيل، وخاصه مخلفات الحرب كلاشينكوف وبعض الاسلحه دي الموجوده، وعوزي نوع من البنادق اللي كانت بتيجي من سيناء، وتيجي من ليبيا، وتيجي من تشاد، تشاد اللي هي اللي هي جنوب غرب مصر. فكانت هذه الاسلحه بتدخل، بالاضافه الى تهريب بعض الاسلحه من الجيش. كانت بعض الاسلحه بتهرب من الجيش، والداخليه بتضبط بعض الاسلحه وتعيد بيعها تاني للمواطنين. ده ازاي؟ انه هو مسك جريمه، واحد عنده بندقيه آلية، فالظابط يعني متضايق قوي انه يسال البندقيه الآلية للشرطه، فبيروح مستبدل البندقيه الآلية ببندقيه بيسموها بروح واحد او روحين فلاحي او اي طبنجه كده صوت، ودخلها وطلع البندقيه الآلي يبيعها. فبالتالي كان بيبيعها لانها غير مرخصه، بيبيعها للاهالي مره اخرى باسعار غاليه جدا. برضه الكلام ده موثق على عهده حضرتك؟ ده الدراسات بتقول ده، هو مش كلامي، هو دي المأساة اللي جت من الصعيد، مش جت من قليل. وبالتالي انك انت دلوقتي يعني احنا فتره الاخوان ده كنت انزل تحضري فرح مثلا في الصعيد، بتلاقي ظاهره لاول مره اشوفها،
انه العائلات اللي كانت سلميه جدا كل اولادها تم تسليحهم، وبعدين بدأوا يعملوا افراح شو. يعني اول مره، يعني يمكن مصطلح جديد. يعني ايه افراح شو؟ انه افراح شو جاي يستعرض قدراته القتاليه في هذا الفرح، فبالتالي بيجيب يعمل فرح على اي مناسبه وهميه، وبعدين يطلع الاولاد كلهم بالاسلحه اللي يقول للعائلات الثانيه شوفوا كميه الاسلحه اللي عندي. وبدات العائلات تتنافس على حجم وكميه الاسلحه اللي موجوده. عايز اقول لك ان في مدافع تم تهريبها من ليبيا وصلت الى صعيد مصر اثناء ثوره 25 يناير وما بعدها دون رقابه داخليه. فعايزين نقول انه انه عدم التركيز على تجاره السلاح طبعا اثناء فتره من انفتاح اقتصادي ايام السادات لحد نهايه حكم حسني مبارك، هذه الظاهره هي مصدر لانتشار الارهاب، لانتشار المخدرات بقوه داخل مصر، لاستخدام العنف والقتل بكميه كبيره. نحن طبعا مش واخدين ترتيب عالمي، لكن عندنا حيازه السلاح دائما في اي مكان تدل على ارتفاع معدلات القتل. لما نلاقي مثلا الولايات المتحده الامريكيه هي اكثر دوله حائزه للاسلحه بالنسبه للمدنيين، لكن عدد القتلى فيهم 29.1 في الألف. يعني كميه القتلى من اكثر عدد ضحايا العنف في العالم هم ضحايا في الولايات المتحده الامريكيه 29.1%. تليها استوكلندا بتوصل 5 قتلى في كل 1000 وبنقل. لكن احنا بعد الثوره طبعا فوقنا امريكا وفوقنا حاجات طبعا كتيره جدا، لانه زي ما قالت يعني هيلاري كلينتون احنا مش محتاجين ندمر العرب، لان هم من خلال هذه الثورات سوف يقوموا بتدمير انفسهم بانفسهم، وده اللي بيحصل دلوقتي طبعا بالنسبه لحوادث القتل والاهمال. بس عايز اقول لك يا استاذه داليا انه انا شايف انه السياسات والاجهزه التنفيذيه هي عنصر اصيل في الجرائم التي ترتكب في الصعيد، لانها لا تقوم بوضع سياسات لحيازه السلاح. انت عارفه في القانون 165 لسنه 81 ماده 23 بالتحديد انه الذي ضبط يعني ومعه سلاح لا ياخد حبس لا يقل عن 6 اشهر ولا يزيد عن سنه، ويدفع 100 جنيه غرامه. يعني واحد ماسكه معاه طبنجه بندقيه آلي ياخد 6 شهور، ولا ده كلام فاضي خالص طبعا. وبعدين ياخد 6 شهور يروح اسم الشرطه ياخد منه البندقيه الآلي ويعمل له احراز بندقيه صوت ولا بندقيه كذا عشان ياخد البندقيه يبيعها تاني للسوق مره اخرى ويتكسب فيها. يعني انت بنتكلم على مأساة طبعا يعني هي مأساة حيازة السلاح. وطبعا ما حدش يقدر ينكرها. يعني انا بكلم وعايز بتوع الامن تشوفوني، يعني لو انا هذا الكلام انا عامله في دراسات طبعا وموثق جدا، والدراسات موافق عليها انا عملتها في 2007 وقلت انه القنبله القادمه في مصر هي حيازة السلاح، ويجب ان تنتبه الداخليه جيدا لانه احتمال تحصل ثوره. يعني قلت هذا وبالتالي يصبح الجريمه اللي هتعوق تقدم البلد اي خطوه لقدام هي حيازة السلاح. وانت حتى هذه اللحظه لما يقول لك ان حيازة السلاح او المفرقعات او الاسلحه بانواعها 6 شهور بس من سنه، يبقى امشي بقنبله في جيبي ما عنديش مشكله، ولما اخد 6 شهور ما عنديش يعني اقدر اتفاوض فيها وادفع غرامه بدل 100 جنيه ادفعها 2000 جنيه ومش مشكله وكأن ما عملتش حاجه. انت اللي عوق تقدم مصر من سنه من 2011 لحد دلوقتي هتلاقي انه حيازة السلاح. احنا مش عارفين نفوق. حرق، ضرب اقسام الشرطه، الاسلحه دخلت ازاي؟ انا عايز اعرف. ما هو حد بيقول هات لي ادله. طب انا خلاص ما عنديش ادله، بس حضرتك بتشوفي بعينيكي كميه الاسلحه اللي موجوده في الصعيد دي، كميه الاسلحه اللي هجموا بيها الداووديه على بني هلال، يعني جت ازاي؟ يعني عدت ازاي كل المسافات دي كلها، كل الاكمنه الامنيه دي كلها ودخلت. فما تقوليش ان مفيش تسهيلات امنيه لهذه الاسلحه. نحن في صعيد مصر شفنا بالعين المجرده الاسلحه تباع من خلال رجال الشرطه، وطبعا المسلسلات والدراما. احنا اتكلمنا عن دور الاجهزه الامنيه، دور كمان هنتكلم طبعا يعني بس اخد مداخله تليفونيه واعود لحضرتك. حاجه سعاد. الو صباح الخير. صباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك. انا الحقيقه يعني مستغربه قوي الكلام ضيفك يعني الكريم. يعني عايزه اقول انه احتمال اللي هو بيتكلم عليه ده كان في العهد السابق. النهارده الشرطه والجيش والشعب زي ما بيقال ايد واحده، واحنا
مش كلام للاستهلاك هو بس المحلي ولا بينتقد يا كلام. فندم وجود هذا السلاح الكتير اللي لا موجود في البلد. اوكي، هو طبعا في كميه سلاح رهيبه دخلت مصر عن طريق ليبيا، عن طريق السودان، عن طريق تركيا، عن طريق طبعا في التلفزيون ما بينكروش، وبيجيبوا الحاويات اللي فيها الاسلحه المهربه وبيقبضوا عليهم وكل الكلام ده. فبالتاكيد يعني ان كان هذا محقا في قوله، فبيكون في الفتره ال30 سنه اللي احنا عشنا فيها، وفي الفتره السنه الكئيبه اللي احنا عشناها. لكن النهارده ما اعتقدش ابدا واكاد اجزم انه الكلام ده بيحصل. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا عشت في اسوان فتره طويله جدا، وقد ايه الشعب الاسواني شعب طيب جدا جدا، شعب ودود جدا. النوبيين مشهورين بالطيبه والمحبه، يعني عارفه ما يقول لك ده نوبي، ده اصيل. الشعب الاسواني بالذات بصفه خاصه في الصعيد معروف بالوداعه وبالطيبه وبالودود، يعني شعب ودود بامانه. انا مش من اسوان، انا عشت اسوان فتره، بس هو فعلا شعب ودود جدا. والظاهره اللي حاصله دي ظاهره مدسوسه وظاهره مأجوره، وهم استنفروا فيهم العصبيه، والعصبيه دي موجوده. يعني مثلا الشعب السكندري يقول لك الاسكندرانيه، الشعب البحراني يقول لك كده. العصبيه دي موجوده، جايز جين في المصريين احتمال، ولكن اقصد اقول ان هم استنفروا فيهم الحته دي. لكن هم قد كده شعب طيب، قد كده شعب بيعتمد على السياحه، وبيعتمد على الاثار والنيل فما عندوش ابدا. يعني لو نستعرض كل التاريخ اللي فات هنلاقي انه ما حصلش. اوكي ممكن تبقى حاجات فرديه، لكن ما حصلش اول مره يحصل في اسوان اللي حصل دلوقتي. احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوقد الفتنه، وان يجعل كيدهم في نحورهم، ونرجع تاني الشعب الاسواني بشكرك يا حاجه سعاد ان شاء الله يا رب. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. هي الفكره فعلا ان في بعض الاماكن اللي كنت بتستشعر فيها فعلا بالطيبه او ما كانش بيظهر عليها، يعني دايما في اماكن اخرى في صعيد مصر هي اللي كانت مشهوره قوي بفكره الثأر وفكره القتلى وبتوصل في النهايه الى مجهول وهكذا. لكن فعلا هي كانت المفاجاه. بس انا اشكر الحاجه سعاد واقول لها انا اولا مش ضد الداخليه خالص، انا من اكتر الناس اللي بيدافعوا عن الداخليه، لكن هم اللي احنا فيه دلوقتي هو نتاج فترات سابقه. يعني دلوقتي ربما يكونوا لديهم صحوه، لكن عايز اقول انه انا بتكلم يعني اللي في اسوان او في مصر ده هو نتاج 30 سنه او 40 سنه، يعني مش نتاج يوم. يعني صحيح. هذه الاسلحه الكميه الكبيره دي اللي موجوده في الصعيد ما هياش نتاج يوم. لكن انا لما جيت بنتقد اجراءات بتتخذها وزاره الداخليه مع وجود بعض العناصر الفاسده، وده طبعا ما حدش يقدر ينكره، ولا حتى وزاره الداخليه نفسها صحيح. تقدر تنكر ان فيها عناصر فاسده، سواء ان ما فيش سيستم. لما الفساد طال كل حاجه، ما فيش مؤسسه في مصر صحيح. لم يتوغل فيها الفساد حتى الركب. حتى باعتراف زكريا عزمي في نهايه في مجلس الشعب 2010 قال الفساد في مصر للركب، حتى احنا ردينا عليه وقلنا ده مش الركب، ده عدى الى ايه؟ الى مخمص الراس. يعني هذا الكلام موجود، لكن احنا مش معنى ذلك ان احنا بنقول انه الداخليه في السياسات اللي اتبعها مع وجود العناصر الفاسده هي ساهمت بشكل كبير. وبعدين ما نقدرش، وده مش معنى ذلك ان احنا ضد الداخليه، ده انا بقول الداخليه عودي، مش هنقدر نستغنى عنك، واستخدمي القوه والرادعه لمنع حيازه او احراز السلاح في صعيد مصر، ولابد ان تتخذ اجراءات مشدده على من يحوز السلاح او يعني. فين المخبرين اللي بقوا عارفين زمان كل بيت فيه ايه نوع السلاح اللي موجود؟ الافراح مليانه اسلحه تنزيل الصعيد صحيح. وبعدين يقول لك يعني هي زعلان الحاج سعاد، انا بقول لها يا حاجه سعاد انزلي بعد اذنك اي فرح في الصعيد وشوفوا كميه الاسلحه غير المرخصه التي تستخدم في الافراح فقط، وشوفي فين المخبرين، فين الملفات الامنيه اللي تقول ده عنده اسلحه وبالتالي يجيبوه وبعدين يسلم الاسلحه بتاعته. اذا في تراخي بشكل غير عادي، ربما لان الداخليه في هذه الفتره منشغله بالاحداث اليوميه الموجوده، واحنا طبعا بنلتمس ليها مش عذر واحد، 1000 عذر طبعا للاحداث، لكن كان يجب ان هناك كمان في غياب وعي كامل. اللي حصل في اسوان
مش بعيد عن كده احنا بنقوله. الناس مسالمين على فكره. معروف فكره الثأر، اكتر المحافظات انتشار فكره الثأر كانت سوهاج واسيوط. عشان كده كنا هم دول، لكن هنا بتقل نسبه الثأر. ويمكن يعني يمكن من الحادث بتاع ابن الاستاذ فهمي عمر رحمه الله عليه، كان مجلس الشعب وكان في قديمه وبيقتلوا بعض في الانتخابات، كانت حادثه فريده ومصر كلها قامت عشانها. لكن أسوان كانت نسبة الأخذ بالثأر قليلة جدا، بلد منشغلة بالسياحة والكلام. هل فكرة قلة السياحة الشقاق اللي حصل في النسيج المصري لأول مرة الصعايدة، مش هتكلم عن مصر، أول حاجة تعمق الخلاف في مصر بشكل كبير جدا، أصبحنا صحيح منشقين. هذا الفكر امتد عن طريق الإعلام وعن طريق الثقافة، الإعلام الموجه لتفكيك وتفتيت النسيج المصري والكيان المصري، امتد الى الصعيد لانه بيتفرجوا 24 ساعه خلاص قاعدين قدام التلفزيون. فالحاجه الثانيه وصل هذا الخلاف الى وجهات النظر. مشكله الصعيدي عصبي حليم ولكنه عصبي، ولكن دلوقتي عنده كرامه، وكرامته هي الدفاع عن الحق. اصبح او تم ضخ في ذهن المواطن الصعيدي اي مكان، اي توجه، سواء ينتمي الى ثوره 30 يونيو او الى جماعه الاخوان، بس قالوا له ان في حق. فكل واحد فيهم بيدافع على حقه اللي هو شايفه، فتوصل فبدا يستخدم الالات اللي بيدافع بيها عن حقه. دائما الصعيدي بيدافع عن حقه بالسلاح، ما بيعرفش يدافع عنه بالحوار، لانه احنا وزاره الثقافه وزاره كانت فاشله على 30 سنه ولم ترتقي بانماط الحياه الثقافيه داخل الصعيد. هل ايضا التعليم يا فندم يعني التعليم والثقافه، انا عايز اقول لك الفقر، قله البطاله، قله العمل. الفقر دي حاجه، ده جانب اقتصادي، بس لازم تقولي انه في 3 جهات مسؤوله عن تنميه سبل الحوار، وزاره الثقافه، وزاره الاعلام، التربيه والتعليم. لما يكون ال3 مؤسسات دول غاب دورهم، يبقى انا اذا توقف العقل عملت الايدي. انت وقفت العقل ما يقدرش يحاور. وبالتالي ان وزاره الثقافه كانت بتركز دائما، الاضواء كلها كانت بتركز على المدن والمحافظات الكبرى، ما بتركزش على صعيد مصر. وبالتالي قدره الصعيدي على اجراء الحوار والتفاوض كانت ضعيفه جدا، فما بيعرفش يدافع عن نفسه غير بايده. فهو شايف انه عنده حق، سواء بيدافع عن ثوره 30 يونيو او كذا. وده اللي حصل ما بين القبيلتين الموجودين في أسوان، انه كل واحد كتب لما دول، مع انه اللي خرج وراح النوبه دول اعضاء النادي النوبي، ما هموش اهل النوبه ولا حاجه، والناس مقيمين في القاهره، بس راحوا يمثلوا وعلى فكره قبل كده راحوا لمحمد مرسي برضه ودوا له نفس الكلام وهنوه واحنا معاك، يعني لا يمثلوا. لكن طبعا في ناس استغلت هذا التواجد وكتبوا انتم يا فلان الفلانيه يعني بياده للجيش او بياده لكذا. فكره وضع الجيش على انه كيان منفصل عن الكيان المصري طبعا دي جريمه، يعني جريمه. حساب الجيش دي جريمه، انه عدو. ومن مسؤول انت عندما تضع الامن عدو، تضع الجيش عدو، طب مين اللي يحميك؟ يعني خلاص هتجيب بقى العدو بقى يحميك، وهم دول المنوطين بحمايتك. حتى لو في تقصير من الداخليه، ده مش معنى ذلك ان احنا نتخلى ونهدر دورها، ده احنا المفروض ندعمها. في هذه الفترة أنا شايف كانت يجب الداخلية أن تستخدم إجراءات قوية جدا. نعم. ليه؟ لأنه فترة خلاص انفلات وفوضى، لو ما كانتش قبضة من حديد تمسك البلد هتنحل. وعلى فكرة مش في مصر بس، على مدار الثورات على مدار التاريخ، يمكن بعد الشده المستنصريه ومصر مرت بمرحله، يعني في ناس بتشبه ثوره 25 يناير بما حدث في الشده المستنصريه، ابان المستنصر بالله الفاطميه، الحكم الفاطمي وانهياره، والمجاعات اللي حصلت بشكل كبير، وبدات انه الصعاليك يطلعوا على الامراء، وبدا الامراء يتسولوا في الشوارع، وحدثت الفوضى والقتل بشكل. اللي حصل ان الجيش هو اللي تدخل ورجع مصر تانية، على الرغم انه الجيش ما كانش جيش وطني زي الجيش المصري دلوقتي، ده كان جيش من المغاربه والاثيوبيين والاتراك، يعني بيضم مجموعه شراكسه، بيضم عدد، يعني وبالتالي هم وصلوا بس استحوذوا بالحكم اللي كان لهم مغارم شخصيه فيه، بس بالرغم من ذلك حافظوا على الكيان المصري. اما انت الان عندك جيش مصري ابنائه ما هماش كلهم عسكريين، يعني احنا النهارده مدني دخل يؤدي خدمه وطنيه بقى عسكري، بعد يقضي سنه وبعد كده يرجع تاني مدني، ما هوش عسكر ولا حاجه. انت عندك لا يتجاوز مثلا 10-12% من كتله قوه الجيش اساسا مدنيين، ما عندكش جيش عسكري بنسبه
100%. علشان انت بعض الفتاوي اللي هي وضعت الجيش على انه عدو كبير، هو الجيش ده ابنك يعني، بس راح يؤدي الخدمه الوطنيه مش اكتر. لكن بالرغم من ذلك احنا مش عايزين نقعد نطبل لا. ونفضل نقول يا جماعه يعني ندفن راسنا زي الرمال زي النعام. احنا لازم نقيم انفسنا. وزاره الداخليه لابد ان تعيد هيكلتها من جديد. ده على مستوى السلاح يا فندم، ده على مستوى السلاح حضرتك كده. طيب انا عايزه اعيد هيكله هذه المنطقه بالكامل اللي تم تهميشها طوال السنوات الماضيه. فكره انه الفكره والعقيده المستحوذه على هذه القبائل بفكره الثأر، وانه ومش ثأر عادي، ده ثأر بالسلاح. لما بتيجي هذه اعضاء هذه القبائل وابتدوا يروحوا للمدن ويتعلموا، يدخلوا جامعات، يشتغلوا في اماكن مختلفه، او ممكن يسافروا بره، هذه الفكره بتدوب شويه بشويه، صح ولا انا غلطانه؟ تفضل حتى مهما انتقل موجوده. ما يعني اعتقد انها الفكره راسخه. يعني هو اتعلم صعايده اصحابه هنا، هو اتعلم بس فرق انه اقام في المدينه، غير انه اقام ورجع تاني. يعني انت عندك المعون اساسا، السله اللي فيها الناس دي، هو السله دي المعايير بتاعتها الثقافه اصلا بايظه، فالمفروض عشان تطلعي جيل جديد لازم تنظفي السله دي. ما ده انا عايزه اوصله. هل فعلا فكره التعليم، فكره الدين ودور الازهر ووزاره الاوقاف، يعني فكره ذهاب شيخ الازهر، فضيله شيخ الازهر لهناك علشان يحاول في التسويه ما بينهم، ده الخبر كان منشور النهارده. وزاره الاوقاف اللي ايضا دورها الى حد كبير جدا مختفي كدعاء في المساجد. يعني في بعض الناس في حتت في الصعيد بترتدي الزي الاسلامي يعني باقصى درجاته، وما هياش حافظه القران، وما تعرفش حاجه عن الصلاه، ما تعرفش حاجه عن الدين، عن اساسيات الدين. على فكره عندنا في الصعيد المسلمه والمسيحيه في القريه محجبات. يعني ما تعرفش تفرقي لو 2 ستات ماشيين، ما تعرفش تفرقي الست المسيحيه عن المسلمه، الاثنين محجبات. انا بس عايز اقول حته بالنسبه لدور الازهر بقى، يعني اتكلمنا عن دور الداخليه بقى والازهر. انا بلوم بصراحه على الازهر. ممكن كتبت مقاله كان اسمها انقذوا الازهر فانه معتقل، حرروا الازهر فانه معتقل. للاسف طبعا جيت كنت بكتب فيها، اوقفت نشر المقاله، لكن نشرته في حته ثانيه لاني كنت بهاجم فيه الازهر. انا شايف ان الازهر هو المؤسسه الدينيه المرجعيه الاسلاميه المفروض لينا كلنا، بدار الافتاء بتاعها والمكان اللي موجود. لما يكون عندي اكتر، كل واحد معاه قرشين فتح قناه فضائيه وعمل جورنال وبدا يصدر فتاوي والازهر ما يتخذش اي اجراء ضدهم، يبقى اذا الازهر قصر في دوره. صح ولا غلط؟ هو كان مجبر على ده الفتره اللي فاتت كلها. مش عايز اقول انه لا، ما هي مش ده مش عمري سنه بعد. لا انا بتكلم عن سنوات. خلينا نقول ال 30 سنه اللي فاتوا او قبل ذلك. انا عايز اقول بدات من امتى. انا برضه هقول لك بدات من امتى، يعني مشكله الازهر بدات من امتى. لكن عايزين نقول الدور، الازهر تخلى عن ادواره الرقابيه في مساله الدعوه. يعني بدل ما كان مش بس انه يدعو، ده كان كمان المفروض يراقب منهج الدعوه. هو لا بدا انه يحتك، ما كانش بدا يتخلى عن دور الدعوي، ما يبقاش هو بيحتكر الدعوه، بقت المساجد اي حد يخطب فيها، مش الازهري بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه كان بياخد مع الدعاء لمده اي سنه يروح يخطب في الجامع، والمدرس مهما كان توجهه اهم حاجه ياخد شهاده ويطلع المنبر. الحاجه الثانيه انه مش تخلى بس عن الدور الدعوي، تخلى بشكل اساسي عن دور الرقابي على منهج الدعوه في المساجد والزوايا اللي هي موجوده. امتى بدا الكلام ده؟ لما بدا الازهر يعمل كيان مستقل داخل الدوله المصريه. ازاي؟ انه بدا عنده يسمي طب الازهر، هندسه الازهر، زراعه الازهر، مش عارف ايه الازهر، صيدله الازهر، اسنان الازهر. هو في طب ازهري وطب غير ازهري. فبدا ينشغل بتعليم علوم الدين والفقه ومراقبه اعماله الاساسيه اللي هو في الدعوه، الى التعليم العام المتعلق بالطب والصيدله والهندسه. وبدا انه الطالب بدل ما كان يطلع ابتدائي كل طلاب المصريين يدرسوا في مدرسه واحده، النسيج يختلط ببعضه. بدا الازهر يستأثر بنفسه ويجعل نفسه من اول KG 1 لحد الدكتوراه داخل اسوار الازهر، فاصبح طالب الازهر معتقل بين اسواره. فكر واحد بس هو اللي بيدرسه، ما بيحتكش بباقي النسيج اللي موجود، بيتعلم تعليم مختلف، بيفكر بطريقه مختلفه. حتى اللي خرجوا من الازهر وسافروا زي محمد عبده وزي رفعت طهطاوي وطه حسين، ولما رجعوا يتمردوا على الازهر وعلى طريقه تعليم الازهر، اتهموهم الموجودين في الازهر بانهم خرجوا عن الاسلام واتهموهم بالزندقه.
يعني وطردوا من الازهر. وطه حسين طبعا كان ليه قصه كبيره جدا، رفع التطور غيره وغيره اللي هم درسوا بره وبداوا تنويريين وجم، فبدا اللي بيخرج يتعلم صح ويرجع للازهر بيعتبروه زنديق لانه صبع على طريقه تعليم الازهر. اصبحت مناهج الازهر اللي بتدرس ما زالت في سياق واحد، ما زال بيتكلم عن اختلاف المذاهب الاربعه وشروط الغسل، طبعا دي حاجات مهمه جدا. بس كانوا بعض بتخدع الاستاذ اللي هو بيدرس المنهج، هل بيختار المنهج المتشدد ويبدا يشكك الطالب في كل حاجه. الطالب اللي احنا في مجتمع مفتوح، السماوات مفتوحه، بدا انه يشعر الطالب الازهري انه كل ما حواليه حرام، وبالتالي نما فيه الفكر التكفيري دون ان يشعر، يعني دون ان يشعر، لانه علمه انك انت لو بصيت كده خايف تخش النار. انا في مره بخبط كده على المكتب كده، لقيت واحد ماسك ايدي وبيقول لي يعني يا ريت انك انت ما تعملش كده، ان كده حرام، انت كده ارتكبت ذنب، يعني لانك انت ده مزمار ابليس. مزمار ايه ده؟ يعني بدون ان اشعر كده قعدت يعني اعمل اي لحن كده على المكتب بتاعي. فده بس انا بتصور يا فندم ان ده ايضا زي ما حضرتك ذكرت انه بيرجع اللي بيقوم بالتدريس في اختياره المنهج. طب فين الرقابه؟ فين الرقابه على المناهج؟ فين تطوير المناهج؟ فين تطوير المناهج بما يتناسب مع التغيرات العصريه؟ هو الاسلام من ميزته انه اسلام متطور واسلام متجدد. ازاي في الفتره دي كلها ازاي نقدر نقول انه ان الازهر ما طورش المناهج بتاعته، طورها بما يتناسب مع المتغيرات؟ ليه الازهر ما يبقاش بس يعني كلنا من حقنا ندرس في الازهر؟ يعني انا مثلا درس في الجامعه العامه، عايز ادرس علوم حديث او علوم قران او علوم كذا، يبقى جامعه الازهر مفتوحه لي اروح اكمل فيها، لكن ما يبقاش ان انا بادئ حياتي من كي جي 1 معزول. الازهر قاصر بس على الطلب اللي بداوا فيه. انا عايز الازهر يبقى كليات فقط، كليات، يرجع الكتاب زي ما كان الاول، اولا يرجع الكتاب زي ما كان بيأدي دور وسطي جميل جدا، وبعدين الجامعه يختص الازهر على دور الفقه وتعليم الحديث والقران والفقه، واي حد عايز يدرس بقى يتفضل يدرس كليه هناك بعد الثانويه العامه، بعد ما يكون تشكل وعي الطالب في الجامعه العامه، بعد ما يكون تفهم ثقافه المجتمع اللي هو عايشه. لكن انا بدرسه ثقافه من خلال التاريخ ومن خلال المذاهب ومن خلال الاحاديث في مجتمع هو مش عايشه دلوقتي، يعني من 300 سنه 400 سنه، فهو عايش في بيئه بيتعلمها مش بيئته اللي هو عايش فيها دلوقتي. انا عايز ادخله في التعليم العام لحد الثانويه العامه، وكل الجامعات الكليات التابعه لجامعه الازهر تنضم للجامعه العامه، مفيش حاجه اسمها طب الازهر وصيدله الازهر وزراعه الازهر. ايه الفرق؟ يعني ما هو زي بقيت. طب اخد نهى ونرجع نستكمل حديثنا. نهى الو. ايوه صباح الخير يا دانا. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. هو الاستاذنا بس بيبالغ شويه، يعني هو لما خلوا يبقى فيه طب الازهر وهندسه الازهر والكلام ده، هو عايز يخلي طالب الازهر نفسه يبقى عنده العلوم الاخرى، تمام؟ فده منتهى التطوير. بس ايه اللي جمد الازهر السنين اللي فاتت دي كلها؟ هي تسييس الازهر في فتره ال 30 سنه ولا ال 40 سنه الاخرانيه. تاني حاجه هنقول ايه؟ الازهر فعلا كان مكبل. انا حتى مره اتكلمت مع الشيخ سالم عبد الجليل في الحته دي، في رقابه الازهر، تطوير الازهر، الشيوخ نفسهم لازم يبقى فيه عندهم يعني محاكاه مع المجتمع ومشاكل المجتمع، تمام؟ وما يبقاش عندهم الجمود، لما تساليه عن حاجه ما يبقاش جمود العالم على اللي هو طالب العلم، يعني يبقى فيه تبسيط. وهو ده اللي الناس انجذبت ليه في الشيوخ التانيين اللي هم طلعوا على الفضائيات زي ما هو بيقول. تمام؟ بشكركم كتير وبصبح عليكم. صباح الفل. شكرا حضرتك. شكرا ليكي. هي الفكره يا دكتور انه انا بس كنت منتظره حضرتك يعني تخلص كلامك بفكره انه ليه ما يبقى. طب ما هو في جامعه القاهره وفي جامعه عين شمس، ما دي بس في جامعه الازهر، دي جامعات علشان. وبعدين هي الفكره في حاجه انه الطالب اللي بيخش الازهر من صغره في العلوم الدينيه بتتقسم على طول المراحل، ابتدائي واعدادي وثانوي. حينما يدخل الجامعه وياخد هذه العلوم مش هتبقى فيها استكمال، ما هياش صعبه عليه. انما اللي بيجي من بره ويدخل هذه الجامعه وفجاه يفاجئ بهذا الكم الديني اللي عمره ما درسه، لان المدارس العاديه ما بتديش هذا الكم من الدين الاسلامي، هيبقى الموضوع صعب جدا عليه. هقول لك الحل ايه يا سيدي؟ بصي، الحل ان هو ليه فئه معينه في المجتمع تدرس علوم الازهر كلها، علوم الدين كلها، والفئه الثانيه لا؟ ليه ما يبقاش في منهج
ده خطأ من الدولة بقى. اذا الازهر بقى انت ليه قصرتي زي ما هي قالت انه بيدي علوم ثانيه؟ ليه ما تبقاش العلوم الثانيه دي متوزعه على كل الناس بحيث يبقى لغه الحوار بتاعتهم واحده؟ طريقه التفكير متقاربه. يعني ليه واحد ياخد كميه معينه وبالتالي يفكر بطريقه مختلفه؟ انك انت بتفكري ازاي؟ شوفي الانسان بيسلك سلوك، دايما بيقول حتى في العلوم النفسيه والسوسيولوجيه الانسان بيسلك سلوك خطا لانه عنده معلومات ناقصه او معلومات خطا. انا المفروض علشان اخليه يسلك سلوك ايجابي يبقى لازم يا بصلح السلوك المعلومات الخطا، يا بديله بكمل له المعلومات الناقصه عشان يطلع بيسموه الانبوتس، المدخلات بتاعه السلوك اللي انا بديه له. طيب ما انت بتدي له معلومات فئه معينه بتديها انبوتس اكتر والفئه الثانيه لا، يبقى نسبه الحوار بتاعهم هيبقى صعب جدا فكره الحوار. لكن انا اللي انا بقوله ما فيش مبالغه، هو ايه طب الازهر؟ لكني التوزيع جامعه القاهره وعين شمس زي ما حضرتك قلتي ده توزيع جغرافي فقط، خلي بالك يعني التوزيع لتسهيل على الدارس انه بدل ما يجي من اسوان يبقى في جامعه جنوب الوادي، يجي من اسيوط في جامعه اسيوط، في جامعه المنيا. ده نوع من التقدم الطبيعي جدا في التطور عشان المنطقه الجغرافيه والسفر والتزاحم. لكن تعليم الازهر الاختلاف بينه وبين الجامعات في المنهج، مش في انه وجود جامعه اسمها جامعه الازهر، لانه المنهج اللي بيدرس مختلف، او في زي ما هي قالت الحاجه انه العدد انه في علوم اضافيه تم اضافتها. ليه انا احرم منها العلوم دي؟ انا شايف ان المنهج يبقى عام والازهر ما يبقاش قاصر انه يراقب جامعه الازهر، ده يراقب كل منهج الديني في كل الجامعات اللي موجوده من اول ابتدائي ويتوزع المنهج زي ما حضرتك قلتي من اول ابتدائي لحد الاعدادي. نعم. بس عشان الوقت كمان عايز اقول مدام صفاء بس سريعا. مدام صفاء الو. طيب انقطع الاتصال، قطعنا عليها الانتظار. طيب انا هرجع لحضرتك علشان انا يهمني قوي في الفتره اللي جايه بما ان احنا شويه توصيات كمان، عايز اقول شويه توصيات متعلقين بحث السلاح والثأر في الصعيد، يا ريت انهم يعني بقترحهم عشان احنا فاضلنا دقيقتين. هسيبك تقترح ده وفي نفس الوقت يبقى هذا المقترح يساعد الدولة في المرحلة المقبلة ان احنا نغير من هذا السلوك. مش هقول ان احنا ممكن نقضي عليه في يوم وليلة لانه دي خلاص موروثات وعرف يمكن اكتر من الواقع، ولكن نحاول بقدر الامكان نتفادى العيوب علشان نوصل لمرحله افضل. بس اولا انه لازم الشعب يكون عنده درجه من الوعي، لازم وزاره الثقافه تتحرك، لازم المنابر الدينيه سواء في الكنيسه او تتحرك بشكل كبير لاعاده الوعي الانساني المصري الى مساره الحقيقي، هو المسار الذي يجرم الدم. بس يبدا بجعل حيازه السلاح من المحرمات الاجتماعيه كما هو المحرمات القانونيه. يعني هو من الناحيه الاجتماعيه حلال جدا، لكن من الناحيه القانونيه مجرم. انا عايز بقى الناس نفسها تجعله مجرم اجتماعيا. الست لما تشوف انها ماسك سلاح تصوت. انا عايز اوصل لهذه الدرجه انه ارتكب جريمه في حق لانه ممكن يرتكب كارثه. ازاي نقدر نحوله؟ من خلال برامج توعويه شديده بيتحرك فيها الاعلام، وزاره الثقافه، المساجد، الكنائس، منظمات المجتمع المدني بشكل كبير. لكن الحلول السريعه انا شايف لابد من تقوم منظمات المجتمع المدني بعمل قواعد بيانات بكل محافظة تتبع الخلافات العائلية الموجودة والتي لها القديمة والتي لها أثار العصر الحديث، ويعرفوا مصدرها مين ومين اللي بيحركها ومين مصدر قوته وقوة التأثير، وتحط ايدها على وتحاول تسويتها بشكل معين. يعني لازم الاول تتتبع الخلافات القديمه اللي هي لها اثار دلوقتي موجوده. الحاجه الثانيه لابد من تشكيل نحاول نحلها لجان لفض النزاعات. ما هي لو حط ايده هتتبع قاعده بيانات العيله دي والعيله دي في بينهم دم من فتره وممكن نحلها قبل ما تحصل كارثه. من خلال ايه بقى؟ تشكيل لجان لفض المنازعات بتتكون من اكابر العائلات الموجوده وممن لهم التأثير والقدرة على الحوار والتفاوض بين العائلات. هذه اللجان تبقى موجودة على طول قبل مشكلة ما بتبدأ، من أول خناقة بين طفلين موجودين هذه اللجنة تنعقد وتفض الخلاف، لأن تلاقي معظم المشكلات بدأت على حتة أرض، على واحد حمار جاره كلت الحمار بتاع جاره كل من الزرع بتاعه، تحدث الجريمة عندنا والقتل في الصعيد. أنا شايف إنه هذه اللجنة من أكابر القبائل أول ما تبدأ إن في مشكلة في المكان الفلاني تتحرك سريعا قبل الداخلية. ده من منظمات المجتمع المدني قبل الداخلية تتحرك، وهذه اللجنة لجان فض المنازعات تكون تحت رعاية وزارة الداخلية، وزارة الداخلية، وطبعا الأزهر الموجود والكنيسة، بحيث تبقى ممثل فيها كل الأطراف التي لها حق اتخاذ القرار داخل القرية. طب ده سريعا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الفعلي بقى، من تعليم، من صحة، من ثقافة، من بطالة،
ده مطلوب. اول حاجه لا العنصر الاهم بقى اعاده دوله القانون، انه القضاء لابد ان يعود الى مساره الحقيقي وهو تطبيق العدل. ما تدينيش، ما تسمحليش، لا تدفعني الى ان اخد ثأري بيدي. يعني انت المفروض بيحدث قاتل، يبقى المفروض ان بسرعه تتحرك وزاره الداخليه وتقدم المتهم الحقيقي للقضاء، والقضاء يدول العقاب الحقيقي. لكن فكره الاطاله في الاحكام، فكره المماطله وبعدين ياخد براءه وبعدين تصل لمرحله فلوس، فده بيوغر صدر اهل القتيل ويلجأوا الى الدفاع عن انفسهم ولو حتى الموت. دكتور صلاح هشام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده. بشكرك على هذا التواجد وعلى هذا الحوار، وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، وكل الخير بتمناها لمصر يا رب ان شاء الله. اللقاء.